السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الجاتو. هنعمل جاتو بطريقة بسيطة جدا مع 3 بيضات و170 جرام 150 جرام دقيق و20 جرام كاكاو و120 جرام سكر و100 ملي مية و8 جرام بيكنج باودر وذرة فانيليا سايلة أو بودرة اللي يعجبك. هنحط البيض معانا نضربه أول حاجة من المضرب، ونحط ذرة الملح اللي هي بتاع الحلويات، وننزل عليها بالسكر نضربها كويس لحد ما نفتحها كده معانا. هنحط معلقه محسن جل حوالي 25 جرام محسن جل، ده اللي بيخلي معاكي الكيك اسفنجي وهش وطعمه حلو جدا. هننزل بقى معلقتين من الكيك من الدقيق والكاكاو اللي احنا حطيناهم على بعض، ونص كميه الميه نضربهم من الاول كده كويس مع المحسن الجل لحد ما لونهم يفتح كده ويبقى هاش جدا قوامه تقيل. ننزل بقى بقيه كميه الدقيق. كيكه الاسبونج بتاعت لما تيجي في التورت وفي اي جاتوهات حاجه حلوه جدا، زي الاسبونج الجاهز بالظبط اللي بتجيبيه جاهز من بره وتعمليه تحطي له البيض بس دوت نفس الطريقه، بس انتي عندك بيبقى ارخص طبعا، مكوناته ارخص ما بتجيب اسبونج جاهز من بره. هنكون محضرين صاج نتون وورقه زبده، نحط فيه ورقه زبده وندهنها سمنه وندخله على الفرن درجه حراره 200 ما يقعدش 10 دقايق. اول ما بيخرج بالفرن بنكون محضرين كيس تلاجة عادي خالص نفرده ونحطها على الطبقه الوش اللي فوق الوش ديت. بنشيل زفاره البيض خالص اللي هي بتطلع على الطبقه الفوش دي، ما بتتاكلش، بتبقى ملزقه كده ومش حلوه، دي بنشيلها خالص. دي بتبقى اسهل طريقه احسن ما تقعدي تقشريها وتهدري من الكيك كتير. هنعمل بقى الكريم شانتيه، كوبايه لبن على نص كوبايه كريمه، نص كوبايه كريم باستري، معلقتين لبن بودره، معلقتين كريمه لباني بودره، ومعلقتين سكر. نضرب كل الكلام ده لحد ما يوصل قوام الكريمه لحد القوام دوت. هنحضر بقى الجاتو مع بعض. هنقطع بقى الكيكه كده نصين. هنحط بقى نكون محضرين معانا شربات خفيف اللي هو كوبايه ميه على كوبايه سكر ونغليها على النار ونسيبها لحد ما تبرد. ونحط بقى الكريمه ما بين الطبقات. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تعليقاتكم. جربوا الكيكه دي مش هتندموا، حلوه جدا وهشه جدا، ولما تعملوها هتعرفوا ان هي احلى من بره بكتير. هنفضل بقى كده الكريمه. كان عندي جزء تاني فانيليا حطيته في النص. هنحط نفس الحكايه بقى، نحط كل الطبقات فوق بعض كده بنفس الحكايه. حطيت الجزء اللي فوق، حطيت ما بينهم كريمه برضو. هنحط بقى نغطي الوش كريمه، كل طبقه طبعا نرش رشه من اللي هو الشربات الخفيف دوت. هنحط بقى هنا طبقه الكريمه، وياريت بعد ما نخلص طبقه الكريمه دي نحطها خلال التلاجة شويه او الفريزر عشان تبقى سهله معاكي في الاستعمال. ولما تيجي تقطعيه ياريت تبقي تحطي ساعتين 3 في الفريزر، بس انا كنت مستعجله قطعته على طول. هنفرد بقى كده كويس. هنقطع بقى الزوايد كده عشان نسوي الجاتو كده يبقى معانا قطعه حلوه. كل الزوايد اللي في الجنب دي هنشيلها. هنا بقى معايا اللي هي الاداه اللي هي بتاعت اللي بتديكي شكل التمويجه ديت عشان يدي شكل حلو للجاتو. طالما احنا هنعمله كريمه بس ساده كده، مش هنحط عليه شوكولاته او اي حاجه. بعد المرحله دي دخلته الفريزر شويه، ما فيش حوالي يعني ساعه ولا حاجه يمسك شويه. بعد ما يمسك شويه هنا معانا جيلي على البارد اللي هو بنجيبه من عند العطار او اي مستلزمات حلواني. بتقول عايزه جيلي تلميع على البارد، بنحط بندوب شويه ميه ونحطه فوق الوش كده يدي بتديكي اللمعه اللي هي زي اللي بتشوفيها على الجاتوهات من بره. يحافظ على الكريمه بقى ما تحط في التلاجة ما تبقاش ناشفه ولا تعمل طبقه قشره ولا اي حاجه. هنا قطع الجاتو بقى، هنقطع كده اول واحده دي هنقطعها على قطعتين، وكل مره نغسل السكينه في ميه سخنه. هنا قطعها على قطعتين بس هما طلعوا قطعتين كبار شويه دولت اول قطعتين. بعد كده بقى الباقي هنقطعهم بالطول كده زي ما هما بالعرض، يعني ما هي محطوطه بالعرض كده هنقطعها بقى قطع متساويه زي ما احنا شايفين كده. كل مره بغسل السكينه وبعملها عشان تطلع مظبوطه معايا. والافضل انها تتحط في الفريزر شويه عشان تبقى القطع طالعه مش بشكل اكتر احلى من كده بكتير، بس هي انا كنت مستعجله عشان انزله لكم. هنا بقى هنزود باي حاجه متاحه عندنا.
إيه سبرينكل بقى، اي حاجات متاحه عندنا، بسكوت، اي حاجه، كريمه، اللي انتوا عايزينه بقى. التزيين ده براحتكم. انا بوريكم ابسط شيء للتزيين، يعني ابسط حاجه. يعني لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان